يا صباح الخير عليكم. تعالوا النهاردة نعمل هريسة الشطة أو دبس الفلفل الأحمر البارد مع قرون الشطة الحراقة. الفلفل الأحمر المكسيكي ده معايا جايبة منه كيلو، والشطة جايبة منها كيلو. أنا غسلاه كويس بمية وخل عشان أي شوائب عالقة على الفلفل تنزل في الغسيل. هحاول بقى كده أشيل البذر من جواه، أفضيه خالص وأقطعه. طبعا مفيش مطبخ بيخلي منه من هريسة الشطة ولا بيستغنى عنها. بتنفع في المحاشي وبتنفع في المخللات، بتنفع في كل حاجة. انا عن نفسي ما بعرفش استغنى عنها خالص. بتنفع في دقة الكشري المصري، بتنفع في اي حاجة. هي حلوة جدا جدا في اي تتبيلة بتعمليها، في اي خلطة محشي بتعمليه، في اي حشوة مخللات. حلوة حلوة، الواحد ما بيستغناش عنها. هنضف الفلفل كويس كده، هو سريع وما بياخدش معاكي وقت. بتعمليه يعني ما بياخدش معاكي اي وقت خالص. معايا بقى قرون الشطة دي، هفتحها. طبعا انا غسلها كويس بمية وخل. هفتحها واشيل منها البذر. بس بقى نصيحة، كل واحد يلبس قلافز في ايده، لان الشطة دي حراقة موت، والحد عنده حساسية بقى هيتأذى منها. انا وانا بعملها فضلت يومين ايدي مش متحملة خالص بجد، مع اني كنت لابسة قلافز برضه. قدامك ممكن تعملها بطريقتين. انا اعملها بطريقة النهاردة، ان انا هفرم الفلفل المكسيكي مع الشطة وهضربها في الكبة وفي محضرة الطعام وانزل بيها على النار. هشيل منها المية خالص كده، انشف منها المية بتاعتها والسوائل اللي فيها. ولو انت مش عايزة تعملي الطريقة ديت، عليك انك انت تضربيها وتحطيها برضو في الكبة وتضربيها كويس. لكل كيلو من الفلفل بتديله معلقتين ملح، وبتحطها في اكياس تخزنيها فيها في الفريزر. بتنفعك تطلعي على قد استهلاكك او قد استعمالك اليومي. هنا بقى هنزل بيها في الكبة، هضربها، هقطعها كده قطع وانزل بها في الكبة. فلفل بقى مع الشطة، واللي عايز يعملها شطة لوحدها صافي ماشي، بس بتبقى نار بقى. اللي قادر بقى يتحملها يعملها شطة لوحدها. انا هنا عاملة فلفل احمر مكسيكي مع شطة، عاملة ميكس ما بينهم كده عشان لا تبقى حراقة قوي ولا تبقى باردة قوي. هنا هضربها بقى، بس بقى خدي بالك وانت بتضربي الضرب يكون ضرب متقطع زي ما انا بعمل كده. يعني انا عايزة القطع تبقى باينة فيها، بس تكون قطع صغيرة، مش عايزاها تبقى مفرومة جامد. لانك انت لو فرمتها قوي انت كده بتنزلي سوائل وبتنزلي ميتها، كده احنا ما عملناش حاجة. وانا عايزة اخزنها تفضل معايا السنة كاملة. تمام كده. في حل على النار بقى، والكمية اللي انت ضربتيها هتنزلي بيها في حل على النار، هتنزلي بيها كلها كده. الغرض بقى من الحركة دي، اللي لو في سوائل في الهريسة بتاعتنا اللي احنا ضربينها، هي بتنشف معاكي، بتنشف خالص. هنا بقى هنزل بملح. طبعا لكل كيلو من الفلفل هتنزلي بمعلقتين ملح. انا معايا كيلو هنزل انا كده ب4 معالق من الملح، واقلب تقليبه بسيطه كده بحيث يعني اجيبها من فوق لتحت كده. وانزل بنص كوب زيت. لكل كيلو نص كوب زيت. انا كده نزلت بكوبايه عشان انا معايا 2 كيلو. برطمان بقى يكون نظيف، ويستحسن بيكون ناشف خالص او يكون لسه جديد، او يكون عندك نظيف بمنديل كده او بقماشه، وتبليها خل وتحاولي تعقمي كده البرطمان بتاعك من جوه، وتعقمي الغطا وتعقميه كويس. هننزل بقى بهرسة الشطة بتاعتنا ده في البرطمان التخزيني اللي هتخزنيه فيه. عندك بقى برطمان ازاز حطي، يبقى جميل وشغال. عندك برطمان زي بتاعي كده ماشي، حطي زي الفل. بعد
بعد بقى ما تحطي كل الكمية بتاعتك في البرطمان، هتنزلي بشوية زيت كده على الوش، بيفضل حافظ لك الهريسة بتاعتك ديت سنة كاملة. وتقفيلي كده الغطا تخليه محكم. وكده وصفتنا خلصت اليوم. متنسوش اللايك والاشتراك. وبكده وصفتنا خلصت، واتمنى تجربوا الوصفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.